السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله البطاطس المحمرة المقرمشة، جنبها صوص الكاتشب. يا رب ان شاء الله يعجبكم. عندنا حوالي كيلو من البطاطس. يفضل ان احنا نجيبها حجمها صغير او الموجود عندنا، مفيش مشكلة. هنحطها في مية مغلية وهنحط عليها رشة ملح وهنغطي عليها لغاية ما تستوي. وهي سليمة كده زي ما احنا شايفين بعد ما غسلناها كويس جدا. ما نقطعهاش علشان الفايدة بتاعتها كلها ما تطلعش في السلق. كده التجربة علشان نعرف فيها اذا كانت استوت ولا لا. دخلت فيها الشوكة او السكينة لقيتها بتدخل بكل سهولة، بس هطلعها بقى واسيبها لما تهدى شوية، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. انا بقى في الوقت دوت للاسف ما كانش عندي اوبشن ان انا استنى عليها لما تهدى، فاضطريت اقطعها وهي سخنه. علشان كده هتلاحظوا ان فيها حاجات كتير هتتهري بسبب ان هي لسه سخنه، فالمفروض ان احنا نطلعها على ميه ساقعه ونسيبها بس تهدى شويه، هتطلع سليمه ومتساويه. زي ما احنا شايفين كده، شفتوا اهي اتقطعت ويعني اتهرت شويه بسبب ان هي لسه سخنه. هنسخن زيت، يعني يكون متوسط، ولا هو غزير قوي ولا هو قليل، وهننزل فيه بالبطاطس بتاعتنا بقشرها زي ما هي. طبعا انا غاسله البطاطس كويس جدا بالميه والخل، فضمنا ان القشر بتاعها نضيف. القشره يا جماعه هنا فايدتها علشان بتخلي طعمها مقرمش، وبتدي طعم حلو جدا للبطاطس. وكده بعد ما طلعت البطاطس بتاعتنا بالشكل ده، هنرش عليها بقى التوابل بتاعتنا اللي بنفضلها. انا حطيت بابريكا على كركم على كاري على ملح على كمون في علبة، وهزيتهم كده على بعض لغاية ما طلعوا بالشكل ده. هرشها عليها، او ممكن نجيب التوابل الجاهزة اللي هي بتبقى موجودة عند العطار، مفيش اي مشكلة. وهقدم معاها كاتشب جاهز، او ممكن نعمله في البيت. اهو ده شكلها من جوه، طريه من جوه ومقرمشه جدا من بره. زي ما انتم شايفين ده صوت القرمشه بتاعتها. يا رب ان شاء الله الفيديو لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.